بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة طبعا فيديو جديد زي ما عودناكم، بس في خبر وحش طبعا. ما كنتش عايز يعني ان هو يحصل. الأنثى اللي كانت البيضة مزنوقة فيها انتقلت يوم الاثنين الماضي. ملناش نصيب فيها طبعا. هو طبعا الغلطة مني، لان انا اللي اتأخرت عليها قوي على ما بدأت اخد اجراء. يعني المفروض كان من اول ما انا خدت بالي ان هي البيضة مزنوقة كنت اشتغلت معاها على طول، لكن انا فضلت سايبها حوالي 12 يوم، فهي كانت جابت اخرها، يعني كانت بتشطب يعني. فالله المستعان. النهارده بقى فيديو يعني مميز، يا ريت تتابعوه من الاول عشان نفهم مع بعض الدنيا فيها. طبعا احنا معانا فاتح الانف ده معدة كده بتيجي من عند المستلزمات الطبية، اسمه فاتح أنف. ده بقى اللي احنا بنعرف من خلاله هنجنس الحمام ونعرفه ذكر أو أنثى. ولكن لازم في معلومة بقى، التجنيس ما بيحصلش إلا في العمر الكبير. يعني الحمام يكون عمره كبير، عليه ريشة ريشتين، ولو عليه 3 بتبقى الموضوع صعب يعني. طيب هنحتاج ايه بقى؟ يعني مثلا هنعوز نجيب ده ذكر مخلص ريش من ضمن الالوان المميزه قوي في الحمام اللاحم. طبعا لو قلت لحد ان ده حمام لاحم، بس شايفين الجمال؟ طيب يعني ايه بقى نجنس؟ يعني نعرف ذكر ولا انثى. واحنا اتكلمنا في فيديو سابق ان محدش بيعرف ان الحمام جنسه ايه في عمر وهو زغاليل. بتبقى كلها توقعات واجتهادات بتصيب بنسب عاليه، لكن حد يتاكد 100% ده صعب جدا في الزغاليل، وما بيحصلش الا بالتحليل. طيب احنا دلوقتي عايزين نجنس حمامه زي دي مخلصه ريش او عليها ريشه. تمام. هنا ده انسب ميعاد لتجنيس الحمام بالفاتح، يعني عن طريق الاجهزه التناسليه. اول حاجه احنا يعني انا جايب معايا بقى ايه؟ ده كشاف، لان الموضوع طبعا بيحتاج دقه شويه. ده ايه ده؟ تمام. طيب ايه تاني؟ هنحتاج زيت. والزيت عشان حاجتين. اول حاجه اول حاجه علشان يسهل دخول الفاتح معانا. وتاني حاجه، شايفين الريش ده؟ بينيم الريش ده بحيث ما يعوقش الرؤيه للي احنا عايزين نشوفه يعني. طيب هو طبعا احنا بنصور بالليل. المعلومه بقى واحنا رايحين بنجنس الحمام يبقى الصبح. بس طبعا انا مش هينفع اصور الصبح، فانا صورت الايه الفيديو بالليل. ليه بقى؟ عشان الحمام يكون واكل ومعدته فاضيه وكده. طبعا هحاول اصور لكم واسيب لكم الصور على الايه، على الشاشه. ده ذكر، النتوئين باينين جدا، بس طبعا انا مش هعرف اصوره بايد واحده يعني، محدش معايا طبعا، ولكن انا ممكن احاول.
الذكر من السهل جدا يبان لان هما نتوءين كده. في نتوءين بيطلعوا يعني هسيب لكم الصورة عشان تبقوا انتوا ماشيين معانا في الموضوع. في معلومة غلط كده، في ناس تقول لك ان هو وهو عمر الزغلول مسقط ريشة يبان الوضع ده. طبعا هيبان ازاي وهو مسقط ريشة وهو اصلا ما عندوش اجهزة تناسلية؟ الجهاز التناسلي لسه ما اكتملش. امتى نجنس الحمام بالفاتح؟ لما يبقى عليه ريشه كده خلاص الحمام ممكن يتزوج وممكن اجهزته التناسليه اكتملت، قناه البيض اكتملت، النتوءات اللي هي الذكوريه ديت اكتملت. طيب يبقى المعلومه الغلط في الموضوع ان احنا نجنس بالفاتح زغاليل عليها مسقطه ريشه او ريشتين او ثلاثه. ليه؟ لان اصلا ما عندوش جهاز تناسلي مكتمل عشان نشوفه. احنا دلوقتي بنجنس ازاي؟ بنفتح نبص على الاجهزه التناسليه، بيبان نتوءين كده للذكر وبيبان قناه البيض للانثى. طيب دي انثى لسه مخلصه ريش. طبعا المفروض تعقيم للفاتح مع كل حمامه يعني. بس الزيت قلنا للتسهيل وايه، بينيم الريش ده ما يخلوش يعمل اعاقه لرؤيه الايه. قناه البيض باينه خالص. والله يعني كان نفسي اصور لكم، يعني اعرف اصور لكم الحاجات دي قدام الكاميرا، بس طبعا طيب يبقى قلنا ايه؟ تعالوا نراجع مع بعض بسرعه. التجنيس بيكون في الحمام البالغ عشان يكون عنده اكتمال للاعضاء التناسليه عشان نقدر نجنسه من طريق المنظار. لازم تكون الاضاءه قويه قوي علشان نشوف اللي احنا عايزين نشوفه. ما بيبانش في الزغاليل، ما بيبانش في الحمل مسقط ريشه ولا ريشتين ولا ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه، كمان بيبقى في صعوبه جدا يعني. حاجه كده بسيطه لازم نخلي بالنا منها. الفاتح ده سنه حامي هنا، يعني لو قفل على حاجه كده كده خلاص انت بوظت الحمامه. ليه؟ انا بفتح كده اهو، دخل كده بفتح ابص اشوف اللي انا عايز اشوفه والفاتح ده يطلع زي ما هو مفتوح كده. ما طبعا لازم تكون ايدك متعوده عليه. لما تفتح تفضل فاتح وتشده هو مفتوح يطلع زي ما هو كده. ليه؟ لان انت لو سبته شفت اللي انت عايزه وخدتش بالك قمت سايبه هيقفل على ايه بقى؟ هيقفل على النتوءات الذكوريه او على فتحه قناه البيض، هيعمل فيها تشوهات وممكن بعد كده الحمام ده اصلا ما يشتغلش. فعايزه حد يكون متمرس عليه. لازم نخلي بالنا يا جماعه من الحاجات البسيطه دي.
يعني احنا لو بس عملت الفاتح كده وقمت قافله جوه الحمامه، ممكن الحمامه دي ما تشتغلش تاني، او الذكر ده ما يخصبش تاني. ده كان فيديو سريع كده عن تجنيس الحمام في الاعمار الكبيره، لان طبعا انا عملت فيديو لمعرفه الذكر والانثى في الزغاليل، وقلت ان ده محدش بيعرفه الا بالتحليل. وده كان الفيديو الثاني المفروض كان يتعمل ايامها، بس طبعا انتوا عارفين الوقت، عن تجنيس الحمام الكبير. يا رب الفيديو يعجبكم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.